أنا الجدة الشريرة اللي بسرق العيال الصغننين. وما تنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة موني كرتون عشان يوصلكوا كل جديد أول بأول. بقولك يا سيمبا يا حبيبي، أنا خارجة أنا وبابا نتمشى في الغابة شوية ونجيب حاجات للبيت. ما تخرجش ولا تفتح الباب لحد، علشان في حرامية بتخبط عشان تخطف العيال الصغيرة، وكمان فيه الجدة الشريرة بتخبط على البيت، ولو طفل فتح لها بتخطفه على طول. خلاص يا سيمبا؟ حاضر يا ماما، ما تقلقيش عليا، مش هخرج ولا افتح الباب اي حد. ما تخافيش يا ماما عليا، انا هفتح للناس الطيبين وصحابي. وانت هتعرف منين يا سيمبا ان اللي بيخبط علينا ده طيب؟ ما ينفعش يا سيمبا تفتح الباب لحد واحنا مش موجودين، لازم تسمع الكلام علشان انا مش هسامحك لو في حاجة وحشة حصلت. اسمع كلام مامتك يا سيمبا، هو لازم نقعد نعيد الكلام كذا مرة يعني؟ حاضر يا بابا، مش هفتح الباب لحد يا بابا. يلا يا ام سيمبا، ما تخافيش على سيمبا، سيمبا مش صغير، كبر خلاص وبقى فاهم وعارف كل حاجة. حاضر يا ابو سيمبا، يلا بينا. هما خايفين ليه عليا؟ يعني انا كبرت خلاص، وهثبت لهم اللي انا كبرت، هثبت لهم اللي انا شجاع وقوي. هما مشوا خلاص، اما اروح انا بقى اشوف الاطفال الحلوين اللي في البيت ده. ايه ده؟ هو مين اللي بيضرب الجرس ده؟ هو بابا وماما راحوا يجوا. مين اللي بيضرب الجرس؟ افتح يا سيمبا يا حبيبي، انا الجدة اللي بتحب الاطفال. بابا بعتني علشان اديلك الحاجة الحلوة اللي اشتريها لك. شوف بابا جابلك ايه، جابلك عصير وشوكولاتة ومولتو كمان. يلا يا سيمبا يا حبيبي افتح عشان تاخد الحاجة اللي بابا بعتها لك. لا، انت بتضحكي عليا، وبابا وماما لسه ماشيين وما بعتوليش حاجة. لا مش بضحك عليك، حتى شوف الحاجة اللي بعتوها لك اهي، هوريها لك اهي، بص عليها من الشباك، حتى اهي معايا في ايدي اهي. ده معاها حاجات حلوة كتير، يمكن بابا بعتها لي. طب انا هتصل على بابا واسأله انت بعتلي حاجات حلوة ولا لا. ده الواد ده شكله واعي قوي، ده شكله عرفني ان انا الجدة الشريرة. انا لازم امشي وارجع له تاني بعد شوية. بقولك يا سيمبا يا حبيب، انا هروح ادي الحاجات الحلوة دي لفلافيل وصاحبك على ما انت تفتح لي الباب. انا لازم اتصل على بابا واتاكد عشان اعرف مين اللي على الباب. ايه ده؟ مين اللي بيتصل يا ابو سيمبا؟ ايه ده شكله سيمبا اللي بيتصل. خير يا ترى في ايه؟ الو، ايوه يا سيمبا. ايه يا حبيبي انت عامل ايه؟ هو انت بعتلي حاجة يا بابا مع الجدة؟ حاجات حلوة كتيرة؟ لا يا حبيبي، انا ما بعتلكش حاجة، انا لسه في السوق، انا وماما بنجيب حاجات. انت في حد خبط عليك؟ في حد بيخبط على الباب بيقول لي انت بعتلي حاجات حلوة. لا يا سيمبا، اوعى تفتح الباب لحد. إيه، انا عارف ان انت شجاع وقوي، تفتحش الباب لحد يا سيمبا عشان انا ما بعتلكش حاجة مع حد. حاضر يا بابا، انا مش هفتح لحد خالص. يلا يا ام سيمبا بسرعة نمشي، علشان دي الجدة الشريرة اللي بتخبط على سيمبا وبتضحك عليه وبتقوله ان احنا بعتنا له حاجات حلوة كتير. يلا يا ام سيمبا بسرعة، مفيش وقت، احنا لازم نتحول دلوقتي للظابط. انا لازم اتحول للظابط سيمبا دلوقتي، وانتي كمان تتحولي للظابط كلارا. يلا بسرعة عشان نمسك الجدة الشريرة دي. يلا يا ابو سيمبا يلا، انا مستعدة، واخيرا هنمسك الجدة الشريرة ونحبسها كمان. يبقى دي اكيد الجدة الشريرة. انا لازم ابقى قوي وشجاع، لازم اثبت لماما وبابا، لازم اوريهم شطارتي وشجاعتي. انا اعمل الجدة الشريرة دي فخ
وأوقعها فيه. اعمل لها حفرة عشان تقع فيها، بس الحفرة دي باينة قوي. انا هحط فيها ورق شجر عشان ما تبانش. ايوه كده الحفرة مش باينة كده، تمام. انا هستخبى بقى عشان هستنى اما الجدة الشريرة تيجي عشان تقع في الحفرة دي. اهي دي جاية اهي، دي شكلها مخيف قوي. لا انا مش هخاف، انا قوي وشجاع. انا هروح بقى، على الله الواد يفتح لي المرة دي. ياني الحقوني. ايه ده؟ ايه اللي وقعني كده؟ ضحكت عليك يا جدة الشريرة، اخيرا مسكتي وقعتي في الحفرة. انا مش الجدة الشريرة، طلعني من الحفرة وانا مش هاجي عندك تاني يا سم. لا انت كذابة وشريرة. دي بقى الجدة الشريرة اللي بتخطف العيال الصغيرة وبتضحك عليهم بالحاجات الحلوة. انا هخلي العيال ما تصدقكيش تاني. لا يا حبيبي، مين اللي قالك الكلام ده؟ ده انا معايا حاجات حلوة كتير يا سيمبا. انا مش هعمل كده تاني، ولا هاجي عندك البيت، ولا هروح عند العيال الصغيرة تاني. بس طلعني من الحفرة دي، ده انا جدتك حبيبتك يا سيمبا. يلا يا حبيبي طلعني من الحفرة، يلا خد ايدي وساعدني. ما بقعدش اصدق الكلام ده بتاعك اساسا يا جدة شرير. خليكي في الحفرة هنا لحد ما الشرطة تيجي تاخدك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي عمل في الجدة الشريرة كده؟ انت يا سيمبا اللي عملت كده؟ ايوه بابا، انا اللي عملت كده، وقعتها في الحفرة وعملت فيها كده. برافو عليك يا سيمبا، انت ولد قوي شجاع، وانا فخور بيك قوي. انت عملت اللي مفيش طفل قدر يعمله. ايه الشطارة بتاعتك دي يا سيمبا؟ برافو عليك يا سيمبا يا حبيبي، انا فخورة بيك قوي. انت لازم تاخد جايزة عن اللي انت عملته ده. دي الجدة الشريرة دي عذبتنا عشان نمسكها، واخيرا مسكناك يا جدة يا شريرة. انت هتتحبسي في السجن ومش هتطلعي منه خالص عشان انت بتأذي الاطفال الصغيرين. ده الجدة الشريرة دي عذبتنا كتير قوي. تعالي يا جدة شريرة، انت لازم تتحبس النهاردة. سيبوني وانا مش هعمل كده تاني، وانا مش هأذي الاطفال الصغيرين ولا هروح ناحيتهم. سيبوني، خلي بابا يسيبني يا سيمبا، وانا مش هعمل كده تاني. خلاص يا جدة يا شريرة، انت مصيرك تتحبسي في السجن عشان انت بتأذي العيال الصغيرين. صحابي الحلوين، ما تفتحوش لي الباب لحد ما نعرفوش. انتظروني في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. باي باي يا اصحابي.